بوشير أو الشيار، ألذ فطائر ممكن توجديها، الشكل بطبوط والمذاق سفنج. في هذا الفيديو غنشارك معك 5 الأسرار ديال النجاح ديالو. إلا كنتي مبتدئة من أول مرة غادي ينجح معك، تبعي معايا الفيديو، راه الطريقة مشروحة. السر الأول، كمية الفينو تكون أكثر من كمية الفورس. استعملي أي مقدار، هذا هو السر، يعني المقياس اللي استعملته. تاني حاجة، العجينة تكون في الأول قاصحة، ونبقى نضيف الماء تدريجيا، يعني ما نطلقاش في الأول عندنا نضيف في الدقيق، لا، نبقى نخدم بحال هكا العجينة كيما كيتخدم العجينة ديال السفنج بهذه الطريقة كيما كتشوفي. ملي كندخل فيها الماء وندلكها نبقى نضربها بحال هكا مع القصعة. وانا كنفضل ان البوشيار يتخدم في القصعة احسن من العجانة. ما عرفت انا ما تجينيش العجانة تعطي القوام مزيان، لانه كيحتاج تقريبا شي نص ساعة ولا 20 دقيقة على حساب. كما كتشوفي السر الرابع، ان العجينه ملي انت كتخدمها بحال هكا، طبعا انا راه غنزيد الماء، هذا ماشي هو القوام اللي باغاه، كنبقى تنوصل للقوام نفس العجينه ديال السفنج بحالها. اخر سر، ان هاد العجينه باش كتعرفها ناجحه كتعطيك واحد الفقاعات، دليل انها راه ناجحه. دابا في هذه المرحله ثاني غنزيد الماء، انا غنبين لك، غنضيف الماء وغندلك ونبقى نخدم فيها بحال هكا حتى غنوصل لواحد القوام. غنخلي لك صوت الفيديو كما كتسمعي، غنوريك القوام اللي كنوصل ليه. العجينه راها مطلوقه وفي نفس الوقت ما كتلصقش ليا في يدي وما كتلصقش في القصعه، كتبان لك مخدومه مزيان. خدت الوقت ديالها تقريبا راه قلت لك نص ساعه او 20 دقيقه على حسب يعني الكميه اللي عندك. دابا صافي وجدات، كندهنها بشويه الزيت وكنغطيها بلاستيك من الاحسن، راه هي غتضعف في القصعه. انت غتشوفي تقريبا بعد مرور نص ساعه 45 دقيقه على حسب الجو، المساحه ديال العجينه وسط القصعه كتزاد بزاف. من هذا الشكل هنا غيبان لك واش البوشيار غيكون ناجح ولا ماشي ناجح، لانه هو كيبغي الخدمه صراحه في العجينه باش كيطلع. وهاد الاسرار اللي قلت لك، كندهن يديا بشويه الزيت وكنبدا نخوي غير بشويه بشويه العجينه من داك الهواء اللي فيها. انا كندير واحد الطريقه، انا ما كنقطعش كلشي الكميه، كنقطع واحد الكميه وكنخلي الاخر في القصعه نغطيه ببلاستيك غذائي. ثاني ملي كنبدا نقطع على حساب المقياس ديالي، شوفي غتبان لك بان الكويره اللي صايبتها انا فيها فقاعات ديال الانتفاخ ديال العجين، طبعا لان العجينه اصلا فيها الخميره. كنبقى نقطع اي بلاطو عندي ولا صينيه اللي نحط فيها الكويرات يكون طبعا مدهونين بالزيت، وانا كنستعمل بالزيت في يديا باش ما تلصقش ليا. صافي ديك الكميه كما قلت لك نغطيها بلاستيك غذائي، نخلي هذا الشيء في البلاطو. وجدت المقله وجديه والمقله الثقيله تسخن فوق النار متوسطه، ما تكونش النار ضعيفه، ما تكونش النار عاليه باش ما يتحرقش لك. باش كيجيني العمليه سهله كناخذ شويه ورق الزبده، كنحط الكويره بحال هكا وتنبسطها وترميها. ملي كنبغي نهزها كنهزها بالورق ديال الزبده ديالها كما غتشوفي، وملي كنكون كنرمي وحده كنوجد وحده. دابا في هذه اللحظه كنخليها حتى انا ما نقيساش، كنوجد الثانيه نخليها مقرصه فوق داك ورق الزبده. اخر سر انني ما نقيش بوشياره، ما نقربش ليها حتى كتنتفخ كامله، تعطي هاد الفقاعات لي حتى كتنتفخ عاد نقلبها. ماشي بحال البطبوط نبقى نقلب فيه باش يجيني محلول ولا مسمن، لا، بوشيار ما كيبغيكش تقيسيه حتى الفوق ديالو كله يولي الفقاعات، عاد يمكن لك تقلبيه على الجهه الاخرى. انت كتشوفي في الفيديو راه واضح 5 مرات بحال هكا حتى نكمل الكميه وتيجي خفيف، ما تيجيش ثقيل. الا كان فيه الفرص كثر ما تيجيش ناجح وتيجي ثقيل شويه، واخا تحتفظي فيه المجمد كيبقى بنفس القوام ديالو. صافي وتناولي بغيتي بالزيت العود، بالزبده، بالعسل. المهم انا بوشيره كنشوفو كنتفكر رمضان وكتفكر السحور. نتمنى تكوني استفدتي من الفيديو. طبعا الا عجبك ما تنسينيش من لايك، متابعه وفرجه ممتعه، ونتلاقاو في فيديو قادم بحول الله. ونعتذر لها شهينا شي وحده، الا تبعت هاد النصائح من اليوم غتولي محترفه في بوشيار. والسلام عليكم.